الجماهير المغربية كتعيش لحظات كبيرة من الحماس مع الانتقالات الشتوية ومفاوضات اللي كتشهدها الفرق بحال الوداد ونهضة بركان. في هذه الحلقة غادي نهضروا على مواضيع مثيرة اللي كتهم الساحة الكروية المغربية وبالضبط الميركاتو الشتوي وأهم الانتقالات، وندوزو لأهم الأخبار. كايلور نافاس في الوداد حلم أم حقيقة؟ تصريحات العماري عزيزي ومازيري وقصة الكاملة لهاد اللاعبين هداف الدوري الإيفواري والسنغالي على طاولة الوداد. نهضة بركان وعرض مليار سنتيم للأسامة ترغالين. وندوزو للتفاصيل. كيلو نافاس الحارس العالمي اللي عنده مسار كبير مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان كيرتبط الاسم ديالو بالانتقالات لنادي الوداد الرياضي. هاد الفكرة فيها إثارة كبيرة، لكن واش الوداد عنده الإمكانيات المالية باش يحسم هاد الصفقة، ولا غادي تبقى مجرد إشاعة كتوضح الطموح الكبير ديال إدارة الفريق الودادي؟ واش ممكن كيلور نافاس يكون الورقة الرابحة للوداد في الموندياليتو؟ مول البالون القجع عطا منا خيار، يا عزيزي ومازيزي بجوج، يا كل فريق ياخد واحد. النتيجة مازيزي غادي لبركان وعزيزي غادي للوداد. الاختيارات ديال الفرق كتعكس الرؤية الاستراتيجية، لكن واش هاد النوع من الصفقات غادي يعطي النتائج اللي كتسناها الجماهير المغربية؟ منا خاصو يعاود يراجع طريقة التسيير باش يتفادى التنازلات اللي ما كتخدمش مصلحة الفريق الودادي. الوداد داخل بقوة في الميركاتو الشتوي وكيحاول يجيب مهاجمين أفارقة عندهم تجربة قوية وكبيرة. هاد الانتقالات كتشير لرغبة الفريق في تعزيز خط الهجوم استعدادا للموندياليتو. واش المهاجمين الجدد غادي يندمجوا بسرعة مع الفريق قبل التحديات الكبيرة؟ الفريق البركاني قدم عرض ضخم للفريق لو هافر الفرنسي باش يجيب اللاعب المغربي الشاب أسامة تيرغالين اللي عنده 22 سنة، وهذا العرض غادي يأكد طموح نهضة بركان باش ينافس محليا وقاريا بأسماء شابة وعندها مستقبل كبير في الكرة المغربية. واش لو هافر غادي يقبل العرض؟ تيرغالين كذلك واش غادي يختار يرجع للمغرب؟ لهنا رأيكم كيهمنا. شنو كتشوفوا انسب صفقه للوداد ونهضة بركان؟ واش نافاس غادي يكون مفاجاه الميركاتو؟ جاوبونا في التعاليق ودمتم سالمين.